ما فيش لعب على الجون، ما فيش، اللعيبه استسلمت. يعني لو حبيت اخد منك جمله النهارده في 90 دقيقه، السبب الحقيقي وراء هزيمه مصر ما فيش سبب واحد في بطوله العالم للشباب. ما فيش سبب واحد يا استاذ معتز، كلها حاجات مرتبطه ببعضها. كلها حاجات اللي انا مرتبطه قلت لك ببعضها. كله ده كله مرتبط ببعضه يا استاذ معتز، كل ده اللي اثر على المنتخب. انما هنيجي نقول سكوب هو اللي غرق المنتخب، مش صح. هنيجي نقول كابتن هاني رمزي هو اللي غرق المنتخب، مش صح. بوجي اللي غرق المنتخب، مش صح. لا يمكن هاني رمزي يغرق منتخبات. كلام بيتقال، ده راجل يعني محترف وراجل له الكلام تاريخ. بيتقال يعني كل الكلام اللي انا بقول لك على الكلام اللي انا بقراه في الجرايد، الكلام اللي بسمعه في التلفزيون، كل الكلام ده اللي بيتقال. الخطأ اللي انت عملته يا بوجي، انت ندمان عليه ولا لا؟ طبعا. وندمك عليه ده كان بسبب ايه؟ بسبب انك حسيت انك يعني المفروض تبقى تقدم قدوة للشاب اللي بيتفرج عليك؟ طبعا. ولا ايه بالظبط يعني؟ تجاوزت الموضوع ده ازاي؟ يعني انا الموضوع ده هو ضرني في حاجات كتير، بس الواحد اتعلم منه. وهقول لك كويس ان هو جه بدري. ما اعتقدش ان هو يتكرر تاني. بوجي لو جيت تدور كده في الثلاث سنين اللي هو لعبهم في المنتخب، مش هقول لك ما عملتش لعيب ما عملتش مشكله مع لعيب، مش هقول لك لا، ما عملتش مشكله مع عامل. الكلام ده اسال عليه يعني اي حد. الحمد لله الناس كلها بتحبني في اتحاد الكوره، كلهم بيحبوني، عارفين ان بوجي لعيب محترم. من ضمن الحاجات اللي خلت اتحاد الكوره يسامحني، واتحاد الكوره تبقى العقوبه ماليه بس، ويطلعوا يدافعوا عني. طب ليه مش بنبص الناس دي بتدافع عني ليه؟ لانك انت صفحتك بيضه. يعني ما انتش كثير الاخطاء. يعني مش انا مشاغب. انا الناس دلوقتي لما بييجوا يتكلموا عن بوجي بيقولوا بوجي بوجي اللي هو بتاع المشاكل، بوجي مش عارف ايه، بوجي ايه. مش هطلع ادافع عن نفسي واقول انا كذا وانا كذا وانا كذا. انا دلوقتي في نادي الزمالك، في الفتره الجايه ان شاء الله مش هقول لحد يقول عليا محترم، ولا اقول لحد يقول عليا ان انا ملتزم ولا اي حاجه. الناس هتشوف في بوجي ازاي في نادي الزمالك. هتمرن كويس، وهستنى الفرصه لما تجيلي في نادي الزمالك، وهثبت نفسي، وهيشوفوا اخلاق بوجي في نادي الزمالك عامله ازاي. واللي عايز بقى يتكلم بقى ويفتح الموضوع ده تاني، دي حاجه ترجع له. انا اللي اقدر اوعد الناس بيه، مش عايز حد يزعل مني. بوجي مش قليل الادب، بوجي مش طبيعته كده، بوجي مش طبيعته عصبي، مش طبيعته ان هو بيتنرفز. بوجي بيركز قوي في الملعب، بيحب الملعب قوي، حياته كلها للكوره. ناوي ان شاء الله ربنا يكرمني، خلاص صفحه كاس العالم دي خلاص قفلتها بحلوها وبمرها. استفدت من الاخطاء بتاعتها، هاخد السلبيات احولها الى ايجابيات ان شاء الله. ان شاء الله يعني الناس اللي فاكره بوجي حاجه تانية، بوجي يعني بتاع مشاكل، بوجي مش عارف ايه، هيشوفوا حاجه. هم يعني مش هتكلم على ان انا هقول هعمل وهعمل وهعمل، هم هيشوفوا. والناس اللي طلعت قالت بوجي قليل الادب وبوجي كذا وبوجي كذا، انا ان شاء الله باذن الله هتثبت عكس كده. هسعى ان الناس دي تطلع تقول عكس الكلام ده، ويجيبوني في البرامج بتاعتهم، وبدل ما هم بيقطعوا فيا يشكروا فيا ان شاء الله. ان شاء الله. وهو ده اللي احنا متوقعينه منك في الملاعب. وانا هقفل معاك الصفحه دي لانه انا مبسوط من روحك المعترفه بالخطا نمره واحد قدام ملايين من الشباب المصريين اللي بيعتبروك نجم في الكوره. والحاجه الثانيه انك انت بتبص لقدام ومش عايز تبص لوراك. وزي ما بيقولوا في مثل بالانجليزي يقول لك لا تنظر الى الوراء بغضب، يعني بص لمستقبلك. هنكمل. انا طبعا مش عارف يعني حظك كان وحش بالمناسبه، لان الكاميرا جابتك وانت يا دوبك كانت لسه الشتيمه طالعه من بقك، بس انت كنت في موقف خلاص يعني مكتوبه لك يا بوجي بصراحه يعني. انما كان ممكن مثلا الكاميرا تجيلك بعديها بدقيقه، ما كانش اتشافت. بس هي المشكله انها على كل حال. طيب النهارده لما المنتخب الكبير كلنا يعني عايز اقول لك فرحانين جدا بال1-0 بتاعت زامبيا. الاستاد الغريب اللي في الادغال ده كان يعني نقول ايه، يعني مولد نجم شاب اللي هو انت لما حطيت الجون في اخر، اظن في اخر دقيقه ولا في اخر ثانيه في المباراه. انا هعرض دلوقتي شويه اهداف كده، والهدف ده بالتحديد اللي انت جبته، وعايزك تحكي لي الهدف ده كان قصته ايه معاك. يمكن ده يعني بص، شايف الفرحه عامله ازاي؟ ده الهدف اللي هو اهلنا لبطوله افريقيا، ده اللي صعدنا مش كده؟ اخر دقيقه. يمكن بص كابتن سيفي مش هيرضى يطلع من الملعب في الدقيقه 94. كنا تعادلنا 3-3 في استاد اسكندريه. ورحنا بقى لعبنا هناك الماتش، والناس كلها بلا شك كل الناس طلعت في البرامج قالت ان المنتخب مش هيصعد، المنتخب هيتغلب، اقل حاجه هيتغلب 3-4. بس الحمد لله ربنا كرمنا بالجون ده في الدقيقه 94. يمكن في ناس من اتحاد الكوره قالت احنا كنا بنتفرج على الماتش
وقبل ما الجون يجي قلنا خلاص المنتخب ما فيش امل، ادوا ظهرهم الجون جه. الكلام ده اتحكى لنا في المعسكر يعني. وهو نفس الملعب اللي لعب عليه منتخب مصر النهارده. ايه حكايه الملعب ده؟ 1-0 برضه، اللي جابوا الجون من اسماعيليه برضه حسني عبد الرب. عايز اعرف الملعب ده مشكلته في ايه يعني بيقول لك ملعب ارضيته مش كويسه خالص يعني. هي كل الملاعب هناك في زامبيا كده يعني. الامكانيات انت عارف الدول الافريقيه معظمها الامكانيات على قدها خالص مش زي الاستاد مثلا بتاع برج العرب لا 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 خالص. لا مفيش وجه مقارنه. يعني اللعيب المصري يجد صعوبه انه يلعب في لا دي جنينه دي جنينه فعلا. يعني الكره تنط قدامك يعني مش ثابته. تلعب بايديك هناك، مش تلعبش برجلك في الملاعب دي، تلعب بايديك. بوجي ده طلع جامد قوي، دمه خفيف. طب وانت لعبت ازاي وجبت الجول ازاي؟ ما انا جبته بدماغي وانا جبته برجلي. انت جبته بدماغك. تمام. خلينا نتكلم في شويه حاجات كده دمها خفيف، لان سمعت انك انت رحت جبت عربيه قديمه من راجل عشان تطلع بيها في بتاعت عشان تعرفوهم روحوا شجعوهم، وبعدين بوظت له العربيه. لا ده الراجل حصلت ازاي الحكايه دي؟ احنا بنصور في الاعلان، كان في عربيه كده، يمكن المخرج هو كان عايز يعني فكره الاعلان ان ايه دي لعيبه لسه صاعده وغلابه معهمش فلوس كمان يعني، معهمش ان هم يجيبوا عربيه فعربياتهم تعبانه وامكانياتهم على قدهم بمعنى صح. لسه فحب ان هو يصور الاعلان في عربيه تعبانه، عربيه يعني لعيب لسه في بدايه حياته مش هيركب عربيه مثلا جامده او عربيه، فحب ان هو يجيب عربيه ايه تعبانه شويه. فالمنطقه اللي احنا كنا فيها بنصور فيها دي كلها فيلل وكلها بتاع، فالعربيات كلها اللي هناك ايه عربيات حديثه. فلقينا عربيه كده تعبانه خالص ومعفره ومتبهدله ولونها غريب خالص، فمش لاقيين صاحبها. فواقفين عايزين عربيه، فعربيه بظروفها العربيه دي معديه، صاحب العربيه معدي، فالناس بتوع الانتاج والناس بتوع التصوير وكلهم راحوا موقفين، وقفوا قدام الراجل اتخض. الراجل عرف ان احنا عايزين نصور في عربيته وبتاع، فراح الراجل بقى نزل عامل القميص كده اهو وبتاع وقعد بقى ايه يتنك علينا ويتعمل واتفرد علينا. بس خدنا العربيه وصورنا فيها وبتاع بس الناس كلها مفكره العربيه بتاعتي يعني. انما العربيه دي مش بتاعتك. لا 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 انا معايا واحده اقل منها شويه. بس تمام. انت ان شاء الله مع العقد بتاع نادي الزمالك ده العمليه تمشي بقى وتتجوز وكده، هتيجي تقعد في القاهره صحيح ولا هتفضل لا في اسماعيليه؟ لا في القاهره ان شاء الله. هتقعد في القاهره والاسره العيله هيجوا يقعدوا معايا. يجوا يقعدوا معاك وتبقى انت مقيم بقى هنا. بقعد بقى في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. وامتى هتبتدي تشترك في صفوف نادي الزمالك؟ هو اول ما يرجعوا من الامارات على طول ان شاء الله. من المعسكر؟ ان شاء الله. وانت ليه ما انضمتش للمعسكر بعد بطوله ولا كنت تعبان؟ هم بقى فضلوا ان هم يريحونا انا وحسام عرفات، عشان بقى لنا يمكن 3 شهور اهو المعسكرات ما شفناش اهالينا وما خدناش اجازات خالص، والواحد بعد الخروج ده بقى الواحد اعصابه تعبانه وكده، فسابونا نفك يعني كده. هم منهم يعني من نفسهم يعني. هم كلمونا يعني والله، كانوا على اتصال بينا على طول دايما انا وحسام في المعسكر يعني، وهم ناس محترمين يعني. كويس قوي. في هدف تاني كده برضو عايزك تعلق لي عليه، هدف بوجي في زامبيا. ده الجون الاول. ده انت تخصص بقى. ده في اي بطوله ده يا بوجي؟ ده الماتش اللي انا جبت بقول لك، ده لقاء الذهاب في ماتش زامبيا اللي هو المباراه اللي اهلتنا لبطوله افريقيا 3-3 ورحنا كسبنا هناك 1-0. ده الماتش الاولاني اللي في اسكندريه. ده كان في اسكندريه. ده هدف التعادل ده. كنا مغلوبين 1-0 وده جون التعادل. ده التعادل بتاع ال1-1. تمام. لا مش ال1-1، بتاع ال3-3. ده بتاع ال3-3. بس ده كان كده 1-1 يعني في بعد ما انا جبت الجون. انا فاهم. انا اقصد ان الهدف اللي احنا شفناه دلوقتي ده بتاع ال1-1. سمعت انك انت مع ان انا اعرف ان اللعيبه المحترفين بيتفرجوا على الماتشات، سمعت انك ما بتشوفش ماتشات في التلفزيون خالص. يعني يمكن هي بس ايه، كنت قبل ما اروح نادي الزمالك كنت على طول في اسماعيليه وكنت بحضر بس ماتشات الاسماعيلي في الاستاد بس. لكن في بقى ناس تانية لعيبه الكوره كلهم يعني متابعين قوي للدوري الانجليزي والبطوله اوروبا وبتاع، انا ما بتابعش يعني. ما مش عارف ليه يعني. هو يمكن ماتشات الاسماعيلي بس اللي كنت بتفرج عليها في الاستاد كمان يعني، ما بتفرجش عليها في التلفزيون يعني. بس ما حصل ان كان في خناقه عليك ما بين الاهلي والزمالك، الموضوع ده صحيح ولا كلام كان اتقال في الجرايد؟ هي كان يمكن قبل ما الزمالك يخلص كان في عرض من النادي الاهلي وكان في عرض من النادي الاسماعيلي والزمالك، بس كل نادي قعد فتره يعني معينه يعني. بس الحمد لله ربنا كرم وخلصت في الزمالك يعني.
الحمد لله. ومتفائل كده ان شاء لا الله لا، انك مبسوط انت جدا والله ان انا في نادي الزمالك، يعني ده تبقى في شرف نادي ليا يعني. الزمالك وتعمل انجاز وتلفت الانظار ان اليك شاء ان شاء الله باذن الله. الله، ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله يعني. الزمالك لازم يشد حيله شويه يا ابو